أنا بوافق على أي دور يجي لي في حدود الأخلاقيات وفي حدود الحاجة اللي ليها قيمة ومحترمة. أنا لما اتبعت لي في مسلسل أبو العروسة اتبعت لي مشهد واحد، لكن لما قريت المشهد ده اتجننت عليه، قلت لازم أعمله. المسرح مهنة متعبة ومش بناخد منها فلوس، بل بالعكس يمكن نكون بنصرف عليه كمان. ايه رأيك في مقولة بعض الناس اللي بتقولك الفن حرام؟ الفن حرام؟ والله هو اللي عايز كده، هو اللي بيشوفه بطريقة حرام هو حر. اللي بيشوف ان الفن حرام يبعد عن الفن وما يعملوش، يسيب ربنا هو اللي يحاسبنا. الفن حلال. استاذة عايدة فهمي، برحب بيكي في وانتي. اهلا وسهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. استاذة عايدة اختفت عننا فترة ورجعت تاني للمسرح بقوة بعرض فريدة. كلميني عن عرض فريدة وايه اللي شجع استاذة عايدة انها كمان ترجع للمسرح؟ لا، عرض فريدة مونودراما. المونودراما طبعا معروف ان هي صعبة، مش اي حد بيتعرض لها، لكن الحمد لله انا اخترت نص، اخترت تشيكوف، أغنية البجعة أو أغنية النهاية، وعملناها أنا والمخرج أكرم مصطفى. عرض لقى نجاح كبير جدا جدا، والحمد لله على مستوى مصر وعلى مستوى المهرجانات بره. يعني دور انا بحبه وبفتخر بيه جدا جدا. ولسه فريده ما خلصتش، انا بقالي 3 سنين بس، احنا ما زلنا لسه عرض فريده بيطلع بيسافر بيشتغل هنا، فالحمد لله العروض الناجحه دايما بتفضل شغاله. اختفيتي فترة عن العيون الجمهور وعن الشاشة، ورجعت لنا أول حاجة كانت جزيرة غمام، وبعد كده سوق كانتو، عملة نادرة ليه بسألك السؤال دوت؟ لان في بعض الفنانين بيرفضوا بعض الاعمال، او مثلا بتقول انا مش عايزه العمل ده، فبتبتدي العروض تقل. هل العروض كانت قل على عايده فهمي، ولا كان سبب ايه الاختفاء؟ انا مختلفه شويه في الحته دي، او مختلفه مع الناس اللي بتقول كده. لا، انا ما برفضش اي عروض، انا بوافق على اي دور يجي لي في حدود الاخلاقيات وفي حدود الحاجه اللي ليها قيمه ومحترمه. انا بوافق بشتغل. ولذلك اللي بيبعت لي مش بيبعت لي في اي دور، بيبعت لي في الدور اللي هو عايز فيه حد ممثل كويس ومحترم وبيحترم الفن. انا لما اتبعت لي في مسلسل ابو العروسه اتبعت لي مشهد واحد، لكن لما قريت المشهد ده اتجننت عليه، قلت لازم اعمله. وهو مشهد واحد وفعلا ساب اثر كبير جدا جدا، وكانت علامه. فعشان كده بقول لك انا ما برفضش، لا لو الدور حلو طبعا هعمله. يعني نقدر نقول ان مثلا كان منظومه الشلاليه هي دي السبب؟ بصي انا مش بعرف اقول كده احنا متعودين منك على تصريحاتك الجريئه. بصي انا تصريحاتي جريئه وتصريحاتي صادقه وكل حاجه، لكن الوسط الفني اللي انا منتميه ليه واللي هو بيتي ووطني وكل حاجه، انا مش بحب اقول عليه كده. لا، الوسط الفني زي اي وسط في الدنيا، في سلبياته، في شلاليه وكل حاجه، لكن مش ده العمود الاساسي للشغل في الوسط الفني. لا، الوسط الفني معظمه حاجات كويسه جدا وحاجات ايجابيه، يمكن احنا نكون مقصرين في حق نفسنا شويه. مهنه متعبه ومش بناخد منها فلوس، تصريح ليكي كانت قال كده، وضحي لنا اكتر. المسرح مهنه متعبه ومش بناخد منها فلوس، بالعكس. ولا الفن بالعموم؟ لا لا لا، الفن بشكل عام لا بناخد منه فلوس طبعا، انما المسرح هو اللي احنا ما بناخدش منه فلوس، بل بالعكس يمكن نكون بنصرف عليه كمان من حبنا ومن عشقنا للمسرح. ايه رايك في الاعمال في سيزون 2023؟ لا لا، المسرح فوق، المسرح عالي جدا لسه. والدراما كمان. دراما كمان، لا انا بتكلم على المسرح كمان. شباب المسرحيين طاقات ابداعيه عاليه جدا جدا جدا. واللي عاجبني كمان انه الاجيال اللي هي قبلي بحاجه بسيطه وبعد الشباب بشويه بيشتغلوا مسرح وحابين المسرح. لا، في حركه مسرحيه كويسه جدا جدا. وبشكل عام الدراما انت مشاركه في اهم 3 اعمال في سيزون 2023. ايه كمان اللي لفت نظرك يا استاذه عايده وعجبك اكتر؟ اللي لفت نظري في السنين اللي فاتت شباب المخرجين افكار حلوه قوي، دماغهم حلوه قوي، تقنياتهم عاليه جدا. انا وما زلت بقول انا بتعلم، وفي الدراما بالذات لان انا كنت مقله شويه في الدراما، فانا داخلاها بوجهه نظر جديده، بتعلم بشوف بتابع. مش عيب ان انا اقول كده خالص، بالعكس.
انما في شباب مخرجين وفي كتاب وفي في مبدعين عندنا كتير قوي قوي، لكن هي الفكره في انه يطلعوا ازاي او مين اللي يديهم الفرص دي. مين الفنانات او الفنانين اللي في الجيل الحالي بيعجب عايده فهمي؟ انهي جيل اللي هو جيل الممثلين او الممثلات اللي بيلفت نظر عايده؟ لا، حنان مطاوع مثلا حنان مطاوع ممثله جامده جدا جدا وجامده اخلاقيا وفنيا يعني اشتغلت معاها طبعا وشفتها وعاشرتها في الشغل. فحنان مطاوع مثلا على راس الناس الكويسه جدا. مي عز الدين مثلا. لا، في طبعا في ناس كويسه جدا واجيال مختلفه يعني. ايه رايك في مقوله بعض الناس اللي بتقولك الفن حرام؟ الفن حرام؟ والله هو اللي عايز كده، هو اللي بيشوفه بطريقة حرام هو حر. اللي بيشوف ان الفن حرام يبعد عن الفن وما يعملوش، يسيب ربنا هو اللي يحاسبنا. الفن حلال، والفن رسائل زي كل رسائل في الدنيا ربنا شرعها. دي شغلتنا وده قوتنا الناعمة، ما نقولش عليها كده أبدا، بالعكس احنا بنمثل بلدنا وبنمثل وطننا. الحرام حقيقي اللي بيعمله بعض الناس باللبس اللي مش عارف شكله ايه الايه، بعض الناس وقليل جدا جدا، لكن 90 و 95% من الوسط الفني ناس محترمه جدا جدا. ليه مش بشوف عايده فهمي ليه على ريد كاربت المهرجانات؟ يعني اخر مهرجان كان مهرجان القاهره للدراما وانت كنتي مشاركه 3 اعمال، ليه ما شفتكيش على لا، برضو مهرجان الدراما ده حصل وانا لسه راجعه من الاردن، كان تقريبا يوميها او كده يعني. لكن انا السنه اللي فاتت مهرجان الدراما انا اللي كنت بقدم الحفله بصوتي، والسنه دي ما حصلش نصيب لان احنا جينا من الاردن تقريبا في نفس اليوم، فعشان كده. لكن انا ده مهرجان نقابتي، ده في قلبي. هل بتمتنع عن الحضور ولا بيتم دعوتك؟ ازاي يتم دعوتي؟ النهارده ما تمش دعوتي على فكره، بس انا جايه. لا، مش بمزاج حد، ده بيتي ومسرحي. لا، ازاي؟ لازم اجي طبعا. انا مش مع مقوله ان انا ما تجيليش دعوه فما اجيش. لا، ما انا مش مع المقوله دي. اجي احضر في مكاني. انا مش رايحه مثلا مهرجان الجونه، انا مش هروح مهرجان الجونه. لا. مثلا يعني بس الجديد اللي عند عايده فهمي بقى كفايه بقى، كفايه بقى. ما ينفعش. ايه الجديد عندك؟ لسه شويه. ميرسي لك يا استاذ. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.